وسع بقى للجمدان. هخليك النهارده تعملي حواوشي بطريقه سهله جدا وكمان بامكانيات بسيطه ويرمي معاكي كميه حلوه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هعملها وهي البصل. هجيب كيلو من البصل، ما تستغربوش من الكميه، وهحط عليه رشه ملح وفلفل اسود وهدعكهم كويس جدا ببعض. لو عندك كمان فلفلتين اخضر او احمر افرميهم معاهم برده بيدي طعم حلو جدا. بعد كده هدعكهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل عليهم ب3/4 كيلو من اللحمه المفرومه. البهارات اللي هنحطها سهله جدا. هنجيب بهارات حواوشي نحطها من عند العطار، بتتجاب جاهزه. وهجيب معلقه صغيره من القرفه بس كده. هجيب بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر، بيحطها عليها بيخلي كده تحسوا ان اللحمه بتتنفس. اخر تركايه معايا ودي حلوه جدا، بحط لها معلقه من الزبده او من السمنه البلدي او من السمنه العاديه، بمكسهم بقى كده كلهم مع بعض. ويفضل انكم تعملوا التتبيله دي من قبلها بيوم. دوقوا بقى الطعم والحلاوه والجمال. يعني لو عملتوا الحواوشي بالطريقه دي هتحبوني جدا بعدها. بصوا منظر اللحمه بقى عامل ازاي، مش باين خالص ان هي محطوط فيها كيلو من البصل. احفظوا بقى الاكله دي كده عندكم علشان ان شاء الله هتنفعكم لعيد الاضحى المبارك. ببدا هنا ان انا اجيب العيش ده، هو المفروض بيتجاب الصراحه بيبقى احلى في العيش ابو رده، بتجيبوه من عند بتاع الفرن، بتقولوا له عايزين عيش للحواوشي بيطلعه لكم نص سوا. بس انا طبعا ما تلاقيتش فمش هنحتار، وجبت العيش الابيض ده عادي برضو بيبقى طعمه زي السكر. تركايه بقى هنا حلوه في السوا، بجيب ميه ومعاها زيت. ما بحطش زيت صافي، لا بحط ميه ومعاها زيت، وببدا بقى اللي انا اسوي الحواوشي فيه. عايزه تحطيه فرن البوتاجاز حطيه، عايزه تحطيه على الطاسه كده من فوق حطيه، الاتنين بيطلعوا احلى من بعض بجد. هتلاقي كمان بسم الله ما شاء الله ريمه معاكي كميه حلوه جدا. اهم حاجه بقى تكتبوا لي تريكاتكم ايه في الحواوشي بتاع اللحمه. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين واللايك والشير بتاعكم الحلوين. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميته سلاي.